السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله اكلمكم عن اختبار القدرات. كنت نزلت فيديو عن اختبار القدرات وايه هي الكليات، طريقة التقديم وكل حاجة. هسيب لك اللينك في وصف الفيديو. نروح بقى النهاردة. الناس اللي طلبت مني قالوا لي عايزين عروض عايزين عروض. جبت لكم عروض النهاردة. الكورس ب150 بدل من 200 جنيه، بس دي للطلاب بس اللي هتقول انها من طرفي. يعني اللي هيقولوا احنا تبع دكتور نور الكورس هيبقى 150 بدل من 200. دول اللي بتوع الاونلاين. بتوع السنتر قدامكم حاجة من اتنين على حسب ما تحب. يا اما يجي لك خصم 10% على السنتر، يا اما الادوات بتاعة السنتر انا هستغنى يعني عن جزء واساهم بيه ان تكون الادوات مجانية للطلاب، اللي هي الادوات بقى السكتش والالوان والكلام ده. فانتوا حرين، لكم حرية الاختيار. يا اما تبقى الادوات مجانية، يا اما 10% خصم لبتوع السنتر. طريقة التقديم أولا يا جماعة هسيب لكم كل التفاصيل اللي انتوا هتحتاجوها في أول تعليق مثبت. أول تعليق مثبت هسيب لكم كل المعلومات اللي انتوا عايزين تعرفوها. بالنسبة يا جماعة لاختبار قدرات، الناس اللي هتسجل وكده، أولا المهندسين على أعلى مستوى من شركة كرييتيف ديزاين زي ما قلت قبل كده. ثانيا المحاضرات الأونلاين بتبقى لايف، يعني عشان تقدر تتفاعل مع المحاضر اللي بيشرح وكده. ثالثا مش بيسيبوك الا لو انت ناجح في اختبار القدرات. رابعا لو مش فاهم حاجة الكورس بيتعاد لك مجانا تاني، الجزء اللي انت مش عايزه بيتشرح لك مجانا تاني. خامسا بقى ان المحاضرات دي بتبقى متسجلة عشان تسمعها مرة واتنين وتلاتة. سادسا بيبقى ليك جروب تسأل فيه اي سؤال انت عايز تسأله. كل المميزات دي تخليك تكتسح اختبار القدرات بكل سهولة. بالنسبة للسنتر الاختبار هيبقى يوم 14، اللي هو تقريبا بعد امتحان الأحياء. الفيديو ده هينزل يوم امتحان الأحياء، هو اليوم اللي بعده على طول. فالحق احجز. الناس بتوع السنتر هيبقى الاختبار الساعة 9 الصبح. تدريب يعني السنتر. حصصك هتبقى الساعة 9 الصبح. المحاضرة 3 ساعات، أو لو أنت عايزها محاضرتين يومين، يعني يوم كل واحد 3 ساعات، او لو انت عايزها يوم واحد شرح مكثف 6 ساعات. هسيب لكم العناوين وكل حاجه في اول تعليق مثبت. بالنسبه يا جماعه للحجز فانتوا الحقوا احجزوا، لان العدد ده عدد محدود بالظبط، عامل زي المنصات كده. بيجي عند عدد معين وبيقفل. يعني مثلا دلوقتي متاح مثلا وليكن 1000 طالب وليكن او 100 طالب. دلوقتي اول ما ال 100 طالب دول بيكتملوا في الاونلاين خلاص ما عادش ينفع اي طالب. مش بيبقى راح عليه العرض، لا ده ما عادش ينفع يحجز اصلا، لان الاختبارات دي بتكون قبل نتيجة امتحانات الثانوية العامة. فانتوا الحقوا احجزوا من دلوقتي لان العدد محدود. فانت دلوقتي كل طالب اللي ناويين يحجزوا يخشوا دلوقتي يحجزوا عشان العدد لفترة محدودة. وبس، ده فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.